في رأيك بين قابيل وهابيل مين اللي انتصر؟ قابيل اللي قتل أخوه ولا هابيل اللي مات؟ لو حسبناها بمنطق القوة بالظاهر كده هنقول قابيل طبعا، بس الحقيقة هابيل مات مش لأنه ضعيف ولا لأنه ما قدرش يقتل قابيل. هابيل قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هابيل مات عشان يعلمنا إن الإنسان يقدر يثبت على الحق لآخر لحظة حتى لو اتمن حياته، ودي مش رومانسية أخلاقية، ده قرار إن الثبات على الخير أهم من الحياة نفسها لو تمن الحياة دي إنك تتحول لقاتل. تخيل معايا لو هابيل كان قتل قابيل أو حتى حاول يقتله، كنا بقينا من قدام معضلة أخلاقية إن الخير طيب لحد ما يتأذي وساعتها عادي يتحول لشر هو كمان. وكانت هتبقى التجربة الأولى في التاريخ بتقول الخير مجرد فكرة نظرية تنتهي مع أول اختبار، وما كانش هيبقى فيه أي مجال للتطبيق، وكان هيبقى الشر هو الحل الوحيد. لوب من البراجماتية وكل واحد كان هيبرر دوافعه. عشان كده لو سألتني مين اللي انتصر ومين عاش ومين مات، هقولك هابيل هو اللي انتصر وعاش أطول ولحد النهاردة، لأنه خلد الفكرة إن الحق يستحق إنك تموت عشانه، وإن الباطل ما يستحقش إنك تخسر نفسك أو مبادئك عشانه. ولو سألتني ليه هابيل ما حاولش حتى يدافع عن نفسه، هقولك هابيل كان عارف إن الموضوع مش إنه يحمي نفسه من شر أخوه، كان عارف إن القصة صراع بحت بين الخير والشر مش هتخلص إلا بقاتل ومقتول، ومرضيش يبقى أول قاتل في التاريخ. وكان عارف إنه أول ما هيبتدي يبرر لنفسه هيبقى وقع في الشر، لأن التبرير هو أكبر بوابة للشر، وإن لو إن الخير عشان ينتصر على الشر لازم يتحول لشر زيه يبقى ما انتصرش. هو كان عارف إن أخوه بقى شر مطلق، عشان كده قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وكذلك جزاء الظالمين. وده كان انتقام هابيل من قابيل، إنه يكون أول واحد يرفع إيده على أخوه ويقتله ظلم، ومن بعدها كل دم بيسفك بغير حق قابيل له نصيب منه، لأن هو اللي فتح الباب، وإنه ينتهي بيه المطاف في النار كجزاء عادل للشر اللي جواه. هابيل ما انتصرش لأنه مات، انتصر لأنه رفض إن الشر يسحبه. مش في كل مواجهة لازم نطلع منها غالبين، في مواجهات أهم مكسب فيها إنك ما تخسرش نفسك. النهاردة الأذية مش دايما مادية، والقتل مش بالسلاح بس. أنواع الأذية والشر بقت كتير جدا حوالينا وفي كل مكان، والاغتيال مش مادي بس، ساعات بيبقى معنوي بالكذب والتشويه والشوشرة. صحيح احنا مكلفين بدفع الظلم، لكن السؤال: وانت بتاخد حقك لسه خير ولا بقيت نسخة من اللي أذاك؟ الانتصار الحقيقي للخير مش إنه يكسب دايما، انتصار الخير إنه يفضل خير، ولكن معناه إنك ترفض إن الظلم يحولك لظالم. قابيل وهابيل الاتنين ماتوا، قابيل علم البشرية إزاي تبرر القتل، وهابيل علمها إن الخير هو اللي بيستمر وينتصر حتى لو مات الأشخاص. واحد سايب وراه سلسلة دم لسه شغالة لحد النهاردة، والتاني سايب وراه أسطورة الثبات على الخير وحتى الشعر الرفيعة اللي بتفرق بين إن حد يخسر حياته أو إن حد يخسر نفسه. وربنا كريم.